السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حنان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم واحد العصير اللي ساهل وكيجي زوين بزاف. كيتحضر بكل سهوله وبمكونات اللي هما بساط. بما ان في شهر رمضان كتستهلكوا بزاف العصائر، فهذا العصير مناسب باش نحضروه في هذا الشهر المبارك. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات. عندي هنا واحد جوج ديال الخيزوات اللي غادي نقشرهم ونقطعهم طريفات صغار. من بعد غادي نديرهم ناخذ واحد الكاسرونه او طنجره اللي غادي ندير فيها هاد الخيزو باش يتسلق. غادي نضيف عليه الماء وغادي نخليه تقريبا واحد ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه يتسلق. هذا من العصائر اللي ما كنستغناش عليهم في شهر رمضان، لانه كيعطيني اولا كميه كثيره وكيجي لذيذ بزاف. بما ان كنعرفوا خيزو كيتواتى مع المذاق ديال البرتقال، فقط غادي نضيف لهم واحد المكونات باش كيجي عصير مركز وكيجي حتى لذيذ في نفس الوقت. هنا كما قلت لكم غادي نخليها كتسلق حتى كطيب، وغادي ندوزو باش نقشروا المكونات اللي عندنا. عندي هنا واحد جوج ديال البرتقالات، تفاحه وحده وبنانه وحده حتى هي. بالنسبه للبنان والتفاح كيبقى اختياري. وعندي واحد الحامضه كما شفتوا قشرتهم من بعد ما غسلتهم وقشرتهم. هنا قطعتهم. بالنسبه للحامض ضروري نزولوا هذاك العظم اللي كيكون لداخل باش ما كيجيناش ما كتلقناش المروره في العصير وما كيجيناش مر. فكنحيدوها كنحاولوا نحيدوهم يعني كلهم. هنا بالنسبه للكميه راه ممكن تضاعفوا، ممكن ديروا جوج ديال الحامضه، جوج تفاحات، جوج بنانات. انا هنا راه غير هاد الكميه اللي درت، ومع ذلك راه عطاني يعني كميه كثيره ديال العصير. كما شفتوا من بعد ما تسلقات هذيك الخيزو طابت مزيان، ضفت لها هاد المكونات اللي قطعنا. هنا عندي تقريبا لتر ديال الماء، بالاضافه لداك الماء اللي تسلق فيه خيزو ما صفيتهاش، غنخليو داك الماء حتى هو. وغادي نرجعوا كل شيء فوق النار. غادي نخليوهم غير طلع الغليه، ما كنخليهمش بزاف، غير كطلع ديك الغليه وكنطفيو عليهم. كنخليهم حتى كيبردوا مزيان. من بعد كندوزو باش كنطحنهم. هنا من بعد ما برد غادي نبدا نطحن فيه. غادي ناخذ الخلاط وغادي ناخذ من هاد المكونات مع الماء. غادي نقسمهم لان عندي الكميه كثيره، فغادي نقسم كل مره ندير كميه حتى كنكمل هادشي اللي عندي. كما قلت لكم بالنسبه للبنان والتفاحه ممكن ما نديروش، نكتفيو غير بخيزو بالبرتقال وبالحامض حتى هو كيجي زوين. هنا غادي من بعد ما طحنا غادي نصفيه. ضروري كنصفيوه باش كيجينا العصير صافي وزوين. بالنسبه لهذا العصير انا كيعجبني بزاف وهو المفضل عندي في هذا الشهر ديال رمضان. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالو راه ممكن نحتفظوا به في المجمد اكثر من 3 ايام، ولكن غير في الثلاجه عاديه فغير نهار واحد ما صافي ما نقدروش نستهلكوه من بعد. هذه هي الطريقه اللي كنحتفظ بها بهذا العصير. هنا كما شفتوا غادي نصفي الكميه اللي عندي، كنبقى مستمره هكا حتى كنصفيه كامل. كما شفتوا من بعد ما كملت الكميه ديال العصير غادي ناخذ الخلاط مره اخرى وغادي نرجع هذا العصير باش نزيد له السكر. هنا كتبقى كنحليو على حسب الذوق ديالنا. انا هنا درت 3 معالق ديال سنيده، ممكن تحليو حتى بالعسل كيجي مزيان صافي. وكنرجعوا نعاود نطحنوا في الخلاط. وهنا كما شفتوا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. انا تقريبا عندي اكثر من 3 يوترو. كنحصل على كميه كثيره وكيجي زوين وبنين، وضروري ندخلوه الثلاجه يبرد عاد كنقدموا على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تجربوا لانه فعلا كيجي زوين بزاف ومنعش وديال هاد الوقت. واهم حاجه ما فيش مكونات بزاف ودغيا كيوجد. المهم اننا نديروه يبرد مزيان وعاد كنقدموه. انا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نضرب لكم موعد الى الفيديو القادم. كنقول لكم السلام عليكم.